إن أي علاقة قايمة على الخوف فهي مش هتكمل. يعني أنا خايف أقطع علاقتي بشريكي عشان الناس. الشخص ده يبقى محتاج الدوبامين، فيبقى بدل ما كان بيعيشه في أسبوع وطاير بيه يبقى منتظر لحظة من الشخص ده. لو إحنا ما اخترناش بوعي وتركيز، لا اللي شبهنا هيريحنا ولا اللي مختلف عننا هيكمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في الحلقة الأولى من بودكاست شاي بالتميز. بودكاست متجمعين فيه صحبة مع بعضنا، بس صحبة دافية بعقول واعية. وزي ما كوتش محمد قال إن إحنا صحبة دافية بعقول واعية، فكرنا إن إحنا كلنا نعمل برنامج نتكلم فيه عن تجاربنا الشخصية وكنا فين ووصلنا فين. فالبرنامج هنا عبارة عن أسئلة موجودة إحنا بنجاوب عليها، ويا ريت لو عندكم إجابات للأسئلة دي تشاركونا وتجاوبوا في الكومنتات. شكرا جزيلا يا أستاذة مروة، ربنا يبارك فيكي وأهلا وسهلا بيكي معنا. أهلا بحضرتك. أو أهلا وسهلا بينا مع بعض، احنا مفيش حد معانا ومع التاني. أهلا وسهلا أستاذ محمود. أهلا بيك. وأهلا وسهلا كوتش صفاء. أهلا وأنا بحضرتك. محمد عبد المعطي. مين هيسحب أول كرت؟ أسحب أنا إن شاء الله. اتفضل. بسم الله. لو رجع بيك الزمن لعلاقة انتهت، كنت هتنهيها بدري ولا كنت هتصبر؟ السؤال ده عميق. ده فخ، خلي بالك. أيوة ده فخ صحيح. لكن خلينا نتفق يعني في البداية على قاعدة مهمة، إنه العلاقات ما فيهاش إجابات مسطرة، ما فيش علاقة واحدة، ما فيش إجابة واحدة لكل العلاقات. فكل واحد فينا عنده ظروف مختلفة تماما، فإجابته هتختلف. عاملة زي الفتوى كده، كل واحد عايز فتوى تتركب على حالته. ودي بصراحة ميزة الكوتشز، إن هم ما بيساعدوش الناس إلا من إنه يطلع الإجابة من جواه، مش إنه هو يفرض عليه إجابة أو نصيحة. وأنا عندي بصراحة يعني قصة وتجربة شخصية في السؤال دوت. يعني أنا قعدت علاقة، كانت علاقة طويلة جدا، وتقريبا العلاقة دي كانت 18 سنة، لكن لها ظروفها. يعني مش كل العلاقات نقدر ننهيها بسرعة، ومش كل العلاقات تبقى سهل الإجابة عليها، لكن الموضوع كان صعب، فعشان كده العلاقة طولت قوي، لكن في النهاية انتهت بقى. ليه بقى؟ لأنه أنا يعني سألت نفسي السؤال ده: الصبر اللي أنا صبرته في العلاقة ده بيكبرني، ولا الصبر ده بيهدمني، بيمسحني شوية بشوية؟ فلما وصلت العلاقة لدرجة إنه خلاص ما بقتش قادر استحمل أكتر من كده، وحسيت إن أنا بتمسح فعلا، وإن كرامتي بتتهز وبتتمس، فأنا قطعت العلاقة فورا. فيعني العلاقة لو فيها مشاكل رايحة وجاية، في ألم في العلاقة، ده طبيعي. يعني ده الطبيعي في العلاقات. التجربة التجارب بتقول كده، الدراسات الحديثة بتقول كده، لأن مفيش علاقة بتبقى ماشية يعني بشكل مستقيم في خط واحد. لكن العلاقات فيها هات وخد، فده طبيعي. إنما لما تحس إن العلاقة بتأذيك جامد، بتيجي على كرامتك أو بتيجي على حريتك أو بتيجي عليك قوي، بتعمل لك نزيف نفسي أو احتراق نفسي، فأنت هنا لازم يعني محتاج تقول ستوب. صحيح، لازم نقول ستوب. والسؤال بقى اللي احنا بنفهمه متأخر بصراحة في الموضوع ده، إن كتير من التحمل اللي احنا تحملناه في العلاقات ما كانش صبر. بعضه كان تعلق، أمل وهمي، بعضه كان يعني حب بنشتريه بأي ثمن، جرح قديم. فالحاجات ديت تعتبر مش صبر، دي احنا فيها هنا تحمل. طب وإيه الفرق بين التحمل والصبر؟ سؤالك جميل يا أستاذة مروة. يعني نقدر نفرق بين الاثنين دول في حاجة يعني بسيطة جدا، ان الصبر انا فيه قادر استحمل والعلاقة بتكبرني، انا نفسيا كويس. انما التحمل اللي هو ما بيوديش لحاجة الا لأذى نفسي، انا بستنزف، فانا كده في مرحلة تحمل. وهنا لازم يعني اشوف ازاي اخرج من العلاقة. انا خلصت كلامي، لو في حد عنده اضافة حابب يضيف حاجة في السؤال مع بعض. عجبني جدا الفرق ما بين الصبر والتحمل. يعني الصبر ممكن نقول انه امتى يبقى صبر؟ لو
الطرف الاخر كمان بيحاول مرة بتفلت ومرة بتيجي، مرة بتيجي صح و7 8 بتفلت، بس على الأقل أو في محاولة. لكن التحمل ده إن هو يبقى هو إيه محلك سر مش بيتحرك، فأظن هنا يعني إيه خلاص يعني بيكون صحيح. لان هو الصبر، انت دايما بتجاوب على سؤال ان العلاقه ممكن تتحسن. طب اذا كان الطرف الثاني مش حاسس بيك، ما في محلك سر، مش عايز يتغير، فانت هتكمل ليه؟ كده الصبر يعني مش في محله. جميل. فيعني احنا محتاجين فعلا يعني الصبر يوضع في مكانه الطبيعي. جميل. أنا بالنسبة لي ما عنديش حاجة. لما حضرت تعريف الصبر، ان انا كان تعريفي مفهومي عن الصبر ان هو تحمل الحرمان. لكن بعد كده عرفت ان تعريفه تأجيل الإشباع. جميل. فالأستاذ محمود بيقول ان انا اتحمل لو شفت الطرف التاني بيتحسن، هو هنا تأجيل الإشباع. انا مش هشبع من العلاقة دي، يعني عندي امل ان انا هشبع، هيحصل اشباع لان هو بيتحسن. انما التحمل ان انا بتحمل الحرمان، هو ده التحمل بقى، ان مفيش فايده اصلا. ومش شايف انا قاعد في العلاقه عشان اتحمله بس، مفيش حاجه بتلوح في الافق، مفيش حاجه بتقول لي ان في امل ولا امل ولا عمر. جميل. يعني فرق جميل جدا. حلو جدا، فرق حلو جدا ما بين الصبر والتحمل. يعني ممكن نقول ان الصبر جميل والتحمل جميل قاسي. طبعا لان اخرته جبر. والتحمل قاسي. التحمل يعني ملوش اخر. جميل. يلا بينا نروح للكارت اللي بعده. هو الصح ان احنا نختار حد شبهنا يريحنا، ولا بنختار حد مختلف عننا يكملنا؟ هو انا بس بعد اذنك يا صفاء عاوز اقول حاجه. اتفضل. لو احنا ما اخترناش بوعي وتركيز، لا اللي شبهنا هيريحنا ولا اللي مختلف عننا هيكملنا. صحيح. للاسف يعني محتاجين نختار بوعي قبل ما ندور على شبهنا ولا مختلف عننا. يبقى عندنا وعي الاول، ده بس ملحوظه صغيره قبل ما وعي بالمقصود من الشبه والمقصود من الاختلاف. صح. ووعي انا عاوز ايه من العلاقه دي اصلا، وانا عايز ايه. صحيح. وانا عندي سؤال برضو، يعني ليه ناس بتختار اللي شبهها وناس بتختار المختلف عنها؟ يعني ايه الفرق بين ده وده؟ سؤال جميل جدا. هو فعلا بنلاقي ان دايما السؤال اصلا اللي بيطرح على اي حد داخل في علاقه زواج، هو انت هتختار اللي شبهك ولا هتختار المختلف عنك؟ ده لان قبل ما نجاوب على السؤال ده لازم نعرف او نجاوب على سؤال استاذه مروه. احنا فعلا في ناس بتختار اللي شبهها وناس بتختار اللي مختلف عنها. ده لان العقل اللاواعي بيميل للانسان اللي شبهه، بيحس معاه بمساحه امان لانه هو شبهه، فمش هيحكم عليه، هو حاسس بالامان. في بينهم سرعه في التفاهم وفي اظهار المشاعر وفي التعبير، لان رموزهم وشفراتهم واحده، بيعرفوا يفكوا الرموز بتاعه الرسائل اللي ما بينهم والشفرات بتاعتهم. يعني باختصار في ما بينهم كيمياء يعني. بالظبط كده. جميل. في ما بينهم كيمياء، وفي ما بينهم كمان المبادئ والقيم بتلاقيها قريبه من بعض قوي، ده اذا ما كانتش فعلا مشتركه ما بينهم. فهنا الشخص بيحس ان انا لو اخترت حد شبهي انا كده الخلافات هتقل جدا، فاعيش حياه ايه مرتاحه، فاللي شبهي هيريحني. في نفس الوقت في ناس بتنجذب للإنسان المختلف عنها، بتحس ان هو حد كده جديد، في حاجات ممكن ان هو يتعلم منها، في حاجات بتفتح عينه على نظرة تانية في الحياة غير نظرته هو. فأنا عايزة أتعلم منه، عايزة أخد منه، عايزة أحس إن في حركة كده وحيوية في الحياة، فبالتالي ده يعني يعيش معاه حتة الشغف. علشان كده بينجذب الشخص أحيانا للإنسان اللي مختلف عنه. طب أنا برضو معرفتش أختار اللي شبهي ولا المختلف عني، يعني رسيني. وانت لسه مختلف لحد دلوقتي؟ لا اقصد في الاصدقاء، في شركاء البيزنس، مش بس في الجواز. صحيح. اكيد. طب يا كوتش، اجابه تكتيكيه. ايوه. اذا حضرتك اخترت اللي شبهك هتختار اللي شبهك في ايه؟ حلو السؤال ده. لو اخترت اللي شبهي انا كمحمد، لو اخترت اللي شبهي هختار اللي شبهي في المرجعيه، بمعنى انه وقت ما نختلف نعرف نرجع لحاجه سوا، يعني يبقى في مرجعيه احنا الاثنين بنرجع لها، سواء كان المرجعيه دي بقى في الدين، في الامور الاجتماعيه، في اي حاجه. يعني بالنسبه لي دي بصراحه حته فارقه جدا جدا او اساسيه جدا. اساسيه في انا الاختيار. بتفق مع حضرتك في ده،
بس انا ببص لها يعني ممكن من ناحيه تانية لنفس العمله، ان انا بالنسبه لي الاصول الجدعنه، ان شخص بيكبر الخاطر، يهتم بحاجات مشتركه بينكم في حياتكم، فدي بالنسبه لي من الحاجات المهمه اللي موجوده في ايا كان الشريك بقى، زوج، صديقه، حد في العمل. المهم ان هي دي الاساسيات بالنسبه لي اللي اقدر ابني عليها العلاقه. جميل. انها تكون أنا- متشابهه ما بينكم تقصدي، ولا دي الصفات اللي انت بتختاريها في المطلق؟ لا، دي الصفات اللي انا بحب افضل ان هي تبقى موجوده لا، في احنا الشخص. بنتكلم على التشابه. لو انت اخترتي شخص، بتختاري اللي شبهك في ايه؟ في الحاجات شبهك في الاصول والجدعنه. دي حاجات شبهي انا بحب ده وانا بجتهد ان انا اعمل ده بشكل صح لكل اللي حواليا، فبالتالي انا محتاجه ان ده كمان يتعامل معايا. تمام. جميل. يعني أنا- دي اكتر حاجه حضرتك بتدوري اي حد هتبني معاه علاقه، انك تكونوا متشابهين في الحته دي، حته الجدعنه وحته انه يبقى صاحب صاحبه او يبقى جدع. واصيل ان شخص بيتقي ربنا. كلمه يتقي ربنا دي بقى بكل المعاني بتاعتها. جميل. يعني انا شايف ان كلام كوتش محمد وكلام كوتش مروه في الحته دي، انه احنا كده بنتكلم في دايره القيم. فكلما كنا متشابهين في صح. القيم، مم. كلما كانت فيه يعني فرصه للنجاح في العلاقه اكتر. مظبوط. تمام. انا متفق. ده صحيح، وده فعلا ان المفروض ان انا بختار على اساسه التشابه، ان انا بختار الانسان اللي انا شبهي او اتشابه معاه في القيم، في المبادئ، في الاحترام. بختار الانسان بقى المختلف معايا في حاجات تانية، حاجات مش اساسيات، حاجات كده ايه، تفاصيل حياته، زي طبعه، اسلوبه، طريقته، هواياته، طريقه تفكيره، يعني نمط حياه او نمط شخصيه مختلفه عني، بس انا بتعلم منه، فمش عايزه واحد اسطمبه مني بالظبط، لان ده ممكن فعلا يؤدي الى الصدام على فكره، مش التوافق. زي ما انت اخترتيني كده. دي امور عائليه. ده مشاكل موضوع عائلية. عائلي. نرجع بقى لإجابة السؤال، احنا بنختار الشخص اللي شبهنا ولا المختلف عننا؟ هو احنا في الواقع، في الحقيقة يعني، بنختار الشخص اللي نعرف نتخانق معاه، نعرف نختلف معاه، نعرف نتعارك معاه كده، ونطلع بقى ايه عصارة مشاعرنا المتلخبطة، افكارنا المتضاربة، انفعالاتنا اللي احيانا بتبقى مش قادرين ان احنا مثلا نفهمها حتى. فمش بنتكسف ومش بنخاف ان احنا نطلع كل ده مع الشخص ده، لان احنا عندنا مرجعيه زي ما كوتش محمد قال، بنرجع لها وقت الخلاف. فاحنا الشخص اللي بعرف اختلف معاه، بعرف اتخانق معاه، بننجح ان احنا نعمل مساحه مشتركه من بعض المبادئ او دور الاصول او الاساسيات اللي احنا بنرجع لها وقت الخلاف، وبنرجع لها برضو بعد الخلاف. فانا بختار الشخص اللي بختلف معاه من غير ما اخاف ان احنا ممكن نخسر بعض، بختلف معاه من غير ما اجرحه في الكلام او يجرحني، بختلف معاه وانا عارفه ان احنا هنرجع لبعض بسرعه، وان الخلاف ده مش هيكون نهايه المطاف او نهايه العلاقه. عظيم جدا. يعني احنا عاوزين نقول لكل حد بيشوفنا دلوقتي، لو عاوز تختار حد في علاقه، سواء صداقه، زواج، صحوبيه، اختار اللي تعرف تتخانق معاه. صح؟ صح كده، تمام. جميل. حلو. انتوا شايفين ان في حاجه تانية ممكن نختارها؟ انا شايف ان دي نقطه مهمه جدا، تمام. لان كلنا في وقت الفنفنه الخناق حلوين، وفي وفي وقت حاجة تانية اللفلفه خالص. حلوين، لكن اول عايزين وقت نستوعب. المشاكل فعلا بتظهر، هعرف اختلف معاك ولا لا. صحيح. شكرا يا كوتش صفاء. العفو. اسحب انا. اتفضل يا كوتش. حلو السؤال. السؤال بيقول: هتعرف تغيرها بعد الجواز ولا دي اشتغالة؟ اوبا. السؤال ده حلو. عشان نجاوب على السؤال ده خلينا نفرق ما بين حاجتين، ما بين القماشة والتفصيلة. هوضح دلوقتي شغل الترزي اللي انا بتكلم فيه ده. لو انا واخد الشخص ده وعاوز اغير قماشته اللي اتخلق منها، فبعد اذنك ما تعبش نفسك، لانك مش هتعرف. انما لو انت موافق على القماشة دي بس عندك رغبة لتغيير التفصيلة، فادخل العلاقة بس خلي في احتمالية ان التفصيلة برضو ممكن ما تتغيرش. طب تعالى نوضح الكلام ده بقى بالبلدي، شعبولي الموضوع كده ايه بالبلدي.
في فرق ما بين القيم المركزيه عند كل حد مننا وما بين العادات، الهوايات، اللايف ستايل بتاعه. احنا نفسنا نمطنا في الحياه بيختلف. يعني ممكن مثلا في مرحله عمريه معينه اكون بلعب رياضه، بصحى بدري، باكل اكل معين صحي. دخلت في مرحله عمريه تانية ممكن ابقى بصحى متاخر، ما باكلش اكل صحي، بطلت رياضه، فاللايف ستايل اتغير. فده بيقول ان اللايف ستايل بيتغير. انما القيم المركزيه دي في الغالب ما بتتغيرش الا اذا اراد الانسان بنفسه ان هو يغيرها، وده موضوع تاني. يعني انا مش هرسك او مش هاخد مخاطره في علاقه ادخل هو ممكن يتغير ممكن ما يتغيرش. يبقى وجهه نظري في الاجابه على السؤال ده انه لو الموضوع متعلق بالقيم المتضاربه ما بينكم، يعني مثلا خلينا ندي مثال بسيط جدا. لو انا بالنسبه لي قيمه الصدق قيمه واحد، قيمه كبيره جدا بالنسبه لي، وبدات اتعرف على واحد صديقي في الشغل، بدات اكتشف ان هو بيكذب مره واثنين وثلاثه، فبقى الكذب عنده امر عادي وانا قيمه الصدق عندي قيمه عاليه، يبقى الشخص ده ما ينفعش ادخله لمساحه اقرب من انه يبقى زميل عمل. طيب تعالوا ناخد المثال بالعكس. انا عندي قيمه الصدق، هو انسان صادق بس مثلا ممكن يكون بيجي الشغل متاخر، ممكن يكون بيبصيلي تاسك كده ايه زياده عليا، معلش خد ده انا مش فاضي، وانا بالنسبه لي عادي. في الحاله دي ممكن اقرب منه وابني معاه علاقه اقوى وادخله من دايره زماله الشغل لدايره الصداقه وبعد كده للدايره الاقرب وهكذا. يبقى يعني رايي باختصار في اجابه السؤال ده انه لو الموضوع له علاقه بالقيم المركزيه عندك او عند الشخص الاخر، ما تحاولش تبني علاقه مع حد، ما تحاولش تبني علاقه مع حد انتوا مختلفين مع بعض في القيم والاساسيات، لان العلاقه دي محكوم عليها بالفشل قبل ما تبدا. انما لو القيم في توافق ومختلفين في بعض الحاجات، بعض العادات، هو بيصحى متاخر وانت بتصحى بدري، هو بيحب يلبس بطريقه معينه وانت بتحب تلبس بطريقه تانية، ففي الحاله دي ممكن يبقى الاختلاف موجود وممكن التغيير يجي لو اصبحت العلاقه دي وثيقه بعد شويه. كنت بقول ان الانسان لما يجي يختار حد مختلف عنه في القيم، خصوصا في القيم، ما يقومش بدور المنقذ، ما يقولش انا بطل وانا جدع وانا هغيره وانا بقى اللي هخليه حد تاني خالص. وهتشوفوا في فعلا الواحد بيشوف كده، ان هتشوف انا هغيره قد ايه، هتشوف انا هغيره ازاي معايا، انا مختلفه، انا غير. فبتاخدهم الجلاله قوي ودور البطوله قوي زي ما احنا قلنا دور المنقذ. فلازم الانسان يكون واعي للحته دي، هل انا بقوم بدور المنقذ ولا هو فعلا هو عايز يتغير وانا مجرد ان انا بساعده بس. جميل. فدي لازم الواحد فعلا ياخد باله منها كويس جدا. جميل. الاختيار جميل. حابب يعني اختم كلامي انا في الحته دي بقول الله سبحانه وتعالى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني انت مش تقدر تغير الناس اللي انت بتحبهم، صحيح، مش تقدر. فانا شايف ان اللي بيحاول يغير حد بشكل زي ما قلنا كده بيحاول يغير قماشته، يعني الكلمه هتكون صادمه شويه، هو بيحاول يلعب دور الله في الارض، وده كارثي. صحيح. فشايف انها لعبه خسرانه، بياخد دور مش دوره اصلا. لعبه خسرانه. صحيح. زي ما قلنا لو القيم تمام العادات نقدر نختلف فيها، لو القيم مش تمام ابعد. ما في 7-8 مليار تانيين، ما تتجوز واحده غيرها او اتجوزي واحد غيره او شارك حد غيره. الدنيا فيها ساعه، يعني ما نجيش ايه هي فيها ساعه بس احنا اللي بنضيقها على نفسنا. ايوه نضيقها على نفسنا. جميل. انا خلصت اجابه. لو دوري بقى حاجه دوري. كوتش مروه اتفضلي. السؤال ده محتاج دي طالعه من الاعماق. السؤال ده محتاج نفس. امتى تعرف انك في علاقه سامه؟ ما تعرفي لنا الاول يعني ايه علاقه سامه، عشان الموضوع ده بدا ايه ينتشر وكل الناس توكسيك تقول لك توكسيك وعلاقه سامه توكسيك. يعني ايه بقى ايه التكسكه دي؟ بالنسبه لي انا تعريف التوكسيك او الشخص السام ان انا لما اكون في علاقه بين طرفين، زوج صديق شريك، وحد بيدي 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 والعطاء مالي حياتهم كلها وبيدي بدون مقابل، والطرف التاني بياخد بس.
ولما حد يقول له مثلا او يعاتبه عتاب لطيف، انا متضايق منك في 1 2 3 4 5، والتاني يعرفهم وما بيعملش اي رد فعل، ما بيحاولش ان هو حتى يساعد نفسه وان هو يغير من نفسه او حتى يجبر خاطر شريكه اللي معاه، ده بالنسبه لي علاقه سامه. لان ممكن الطلبات يكون فيها حاجات صعبه، نقول يا جماعه دي حاجه صعبه، وممكن لو طلبات بسيطه اقدر عليها ما اعملهاش ليه. يعني هي فكره المحاوله، بس اني اشوفه بيحاول. اني اشوفه بيحاول، جميل. دي مهمه جدا. مم. وان اشوف يعني، ما هو المحاوله معاها اهتمام برضو. اكيد. فانا لما احس بده، وبالنسبه لي كمان العلاقه دي بتبقى زي صاله القمار. واحد بديله لمده اسبوع ايام سعاده وفرح ومرح، فالدوبامين هوب يطلع عنده للاخر، فهو بيبقى عامل زي المدمن، انا عايز اعيش اللحظات دي تاني. اجي انا بقى يعني الشخص التوكسيك او السام ده يبدا ما يتعاملش بالحاجات دي خالص، ويبدا التاني متلهف عليه، نفسه يعيش اللحظه دي تاني، يسحب منه الدوبامين. فيسحب منه الدوبامين، فالشخص ده يبقى محتاج الدوبامين، فيبقى بدل ما كان بيعيشه في اسبوع وطاير بيه، يبقى منتظر لحظه من الشخص ده علشان يديله الدوبامين ده، ومش بيحصل. واوقات كمان بيبقى الشخص المؤذي ده بيستمتع في احتياج الطرف التاني ليه. يعني فكرة انا طول عايزك، انا على طول محتاجك، انا بجري وراه كل شوية، بتصل بيه كل شوية، بهتم باكله بشربه بكل حاجة، دي فيها متعة، فبالتالي دي حاجة ممتعة بالنسبة له، فعشان كده بيضغط على الشخص الاخر بالتصرفات دي عشان يفضل معاه. فهنا بقى بنوصل للتعلق، ودي حتة تانية بقى نبقى نتكلم عليها وقت تاني. جميل. طب حد من حضراتكم عايز يقول رأي في الموضوع ده؟ تمام كده. انا عندي حته صغيره كده عاوز اقولها بخصوص انه انا عاوز الدوبامين من الشخص ده بس. استكمالا للكلام اللي حضرتك قلتيه، ايوه تمام، انه الشخص ده انا هو اداني دوبامين او عمل لي حاجه سببت لي نشوه سعاده، فببدا اقول خلاص هو ده انا مش عاوز غير منه، ده المصدر. في الحقيقه احنا هنا وقعنا في مشكله كبيره جدا، ان احنا انتقلنا من احتياج الحب الى الرغبه في الشخص ده. طبعا، ودي من اخطاء التفكير كمان، ان انا انتقلت من الاحتياج ده واسع جدا، كلنا عندنا احتياج للحب بس مش كلنا عندنا ان الرغبه من شخص ده. فكره ان انا بنقل الاحتياج من كونه احتياج واسع ايوه، الى رغبه في شخص معين اللي هو الشخص السام ده. انتقلنا كده من الاحتياج للتعلق. ايوه، من احتياج للرغبه، الرغبه دي ودتنا في التعلق. ايوه، فدي حته خطيره جدا، لازم احنا نكون مخلين بالنا منها في علاقاتنا عموما. ان انا عندي احتياج ده حقي، لكن ان انا احصر الاحتياج ده في محمود، اكيد انا حولت الاحتياج لرغبه. ايوه فعلا، ان انا عاوز محمود بس اللي يكون بيعمل معايا كذا او بيقول لي كذا، ده كده انذار. هي العلاقه السامه هي كده، ان انا عامله سبوت على شخص واحد، وما كنتش اخد من الشخص ده اللي انا عايزه، خلاص الحياه وقفت. هو ده، لو ما كنتش هاكل مكرونه بشاميل مش هاكل. انا بقى عندي يعني قاعده بتفك الحته دي شويه، فكره ان احنا دايما مركزين على شخص معين او علاقه معينه، وهي قاعده انه انا لم قوبي العاطفي مملوء بايه؟ الاصل ان انا املا قلبي بحب الله، وده لوحده لو احنا اشتغلنا عليه صح انت قلبك هيتملي يعني ب 75% 80% من حب الله، فبقيه العلاقات مش هتبقى اثرها علينا صعب قوي. عشان كده القاعده اللي بتقول ايه، احبب من شئت يعني هونا ما، احبب حبيبك هونا ما، أيوة. عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. ليه بقى؟ لان هو كده احنا للاسف لاننا ما حطيناش كل علاقه في حجمها الطبيعي، فبيحصل الانفجار في العلاقات بقى. لو انا مملوء بالله، لو انا مملوء بالله اي علاقه هخسرها مش هتاثر فيا قوي. يعني ايه اللي باقي 15%، باقي 25%، باقي 20% من العلاقات لو راحت كلها حتى انا مش هبقى يعني ضعيف. استاذ محمود، الشخص اللي عنده التعلق ده بيبقى هو اصلا من جوه موجوع وتعبان ومحتاج الكلام ده والحاجات دي كلها، فهو بيديها بزياده علشان يلاقيها ومش لاقيها، فهو ما عندوش ثقه بنفسه. ما هو السبب انه عنده موجوع، حاجات. السبب انه موجوع النكوب العاطفي مش مملوء صح، الخزان العاطفي بتاعه الترتيب فيه مش مظبوط.
احنا حاطين البشر في مكان اعلى من مكانهم. طبعا. بينما ان احنا لا، لو اتحط ربنا سبحانه وتعالى، وده الاصل اللي عشان كده ربنا بينظر لقلوبنا، ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يبقى هو رقم واحد في قلبي، ده هيخليني اهدى في علاقاتي كلها، وما ما يحصلش الانفجارات الكبيره اللي بتحصل في العلاقات. يعني وجهة نظر حلوة جدا جدا جدا. شكرا يا استاذ محمود. الله يبارك فيك. حد عاوز يقول حاجة تاني؟ لا انا تمام. هو انا بس عايزه اسال استاذه مروه، هو انا في العلاقه السامه براقب الشخص التاني، الطرف التاني، وبشوف تصرفاته ايه وسلوكياته ايه، فبشوف ان هو شخص سام، ولا براقب نفسي انا، بشوف انا شكلي ايه في العلاقه دي؟ هل انا ولا انا مكسوره ولا انا وضعي ما هو ايه؟ حسب بقى وعي كل واحد، مم. وحسب حبه لنفسه، هو بيحب نفسه نفسه نمرة واحد، ولا الآخرين نمرة واحد وهو رقم 10. مم. فأنا لو نفسي نمرة واحد، فأنا هحب نفسي، هبقى فاهمة مشاعري، هتكلم عنها، هعبر عن نفسي، هحب نفسي. لكن لو أنا حاطة اللي قدامي أهم حاجة، فزي ما احنا قلنا قبل كده الدوبامين وحياتي كلها متعلقة بالشخص ده. انا مش قصدي ان هو اهم حاجه، قصدي ان بعض الاحيان مثلا انت ممكن تكوني عايشه علاقه سامه، بس اللي حواليكي بيجي يقولوا لك ايه، لا ده كويس، انت بس اللي مش فاهماه، يا ستي عيشي، يا ستي احمدي ربنا. هما شايفين سلوكيات الشخص ده مش هي السلوكيات اللي تسمم حياتك يعني. فهل انت كده بقى معنى كده ان هما شايفين يعني العلاقه السامه هنا منظورها بقى على تصرفات الطرف الاخر، ولا على تعالوا بصوا لي انا، شوفوا انا عامله ازاي؟ ما هو أنا هنا منتظرة رأي الآخرين، ما عشان كده أنا بقولك أنا لو بحب نفسي أنا هبقى شايفة أنا نفسي محتاجة إيه. استاذ محمود اسحب كارت. انت كروتك صعبه يا كوتش محمد. يا رزقك. انت اللي مرزق. لو اكتشفت انك في علاقه سامه، ايه اللي يمنعك تمشي فورا؟ هل هو الخوف ولا العشم؟ ويعني السؤال برضو عميق كده، بس ان شاء الله ربنا يعيننا ونجاوب عليه. انا شايف انه يعني الاثنين احيانا بيمنعونا من ان احنا ننهي علاقه، واحيانا يبقى ده لوحده وده لوحده، بس في الغالب الخوف والعشم بيمنعونا. فالعشم بيربطك بالشخص اللي قدامك بالعلاقه، انما الخوف بيجمدك، لا انت عارف تسيب ولا انت عارف ترتبط بالشخص اللي قدامك. وهنا السؤال بقى المهم اللي لازم نجاوب عليه، انه مش انا مشيت بدري ولا ما مشيتش، هو انا ليه في العلاقه دي لحد دلوقتي، انا ليه متمسك بالعلاقه دي لحد دلوقتي. فده السؤال المهم، وهنا هنلاقي 3 اجابات، يا انا يعني متعلق بالعلاقه وثابت فيها خوفا او عشما، او الاثنين مع بعض. لو خوف معلش يعني اسمحوا لي اقول لكم الاجابه الصادمه، يعني اجابه قاسيه بس هي اجابه علميه، ان اي علاقه قايمه على الخوف فهي مش هتكمل. العلاقه ديت بتتسمى تعلق عصبي، انما مش علاقه صحيحه. فهنا اقطع، شوف ظروفك وابدا، يعني خد قرار ان انت هتخرج من العلاقه. خليني اسالك سؤال، الخوف ده خوف باي شكل؟ يعني انا خايف اقطع علاقتي بشريكي عشان الناس، او خلينا مثال اوضح، خايف اطلق مراتي عشان المجتمع هيقول علينا ايه، اهلها، ده انا راجل محترم في قدام الناس كلها. هل ده يندرج تحت الخوف؟ هو يندرج تحت الخوف، لكن يعني هي برضو الخوف ده درجات. لكن في النهاية العلاقة اللي محتاجة خوف عشان تكمل هي مش هتكمل، ودي مش علاقة أصلا. العلاقة القائمة على الخوف مش هتكمل ومش علاقة أصلا، ده تعلق عصبي، ودي لازم تخرج منها عشان بتدمرك وبتاكلك نفسيا يعني مع مرور الوقت. إنما لو أنا هنا بقى عشم، انا متعشم في الطرف الاخر بيعاملني ساعات حلو، ممكن يتحسن، في تعلق، في حب، انا هنا يعني لا، العشم هيختلف، الدنيا تختلف. لكن اذا خوف بس هنقطع. لو هما الاثنين مع بعض انا كده محتاج حد تاني يساعدني، انا محتاج بقى اروح لكوتش، اروح لصاحب حكيم، قريب حكيم الجأ له عشان نعرف نحدد العلاقه دي بالظبط ازاي تمشي. جميل.
عندي بس يعني مش اضافه بس تعليق صغير كده في حته الخوف، انه ده بيسموه مغالطه التكلفه الغارقه. مغالطه التكلفه الغارقه. يعني ايه مغالطه التكلفه الغارقه؟ مغالطه التكلفه الغارقه ان انا استثمرت في المشروع ده 100,000 جنيه وهو بيخسر، فبحط كمان 50 بيخسر، كمان 50 بيخسر. لازم تطلع، يقول لك لا اطلع ليه؟ ده انا صرفت فيه 200,000، صرفت فيه مجهود وتعب. هي القصه كلها ما انت طول ما انت فيها تفضل تصرف. ففي ناس كتير للاسف بسبب فكره ان انا متجوز بقالي 16 سنه. ايوه 16 سنه، 3/4 عذاب، 3/4 عذاب والم، وربع كده حلويات. فالفكره كلها انه فكره الخوف من التكلفه الغارقه للاسف بيخلينا نكمل في علاقات محكوم عليها بالاعدام، صحيح. بس مع ايقاف التنفيذ. صحيح. فدي نقطه مهمه جدا. يعني برضو في العشم في لقطة كده، يعني هو الناس بتتعشم في ايه؟ يعني لو انت عشمك ده في محله ماشي كمل، لكن لو عشمك مش في محله، في ناس للأسف العشم وكيلها في الذكريات، عايشة على ذكريات. لا انا بقول لك بص للواقع، الواقع هو اللي بيحكم دلوقتي مش الذكريات. في ناس بتعشم في الكلام، كلمة حلوة الطرف الآخر عنده قدرة على انه يقول كلام معسول، فأنا متعشم في ده. لا انا بقول لك ما تتعشمش في الكلام، اتعشم في الفعل. هو بيعمل معاك ايه؟ هو ده الفيصل اللي بيقول الشخص اللي قدامك ده جد في العلاقة ولا يعني بيستنزفك. والعشم رايح جاي، والعشم رايح جاي. لو رايح بس يبقى خلاص، يبقى مش جاي. مش هنقدر نكمل. مش رجع تاني خلاص. جميل. شكرا جزيلا استاذ محمود. حد هيضيف حاجه؟ لا انا تمام. مين هيسحب كارت؟ انا كوتش صفاء. يا الخرس الزوجي. الخرس الزوجي هل هو نهاية الحب ولا مرحلة طبيعية؟ تمام. يعني عشان نعرف نجاوب على السؤال اولا ده. يعني ايه اصلا خرس زوجي ده؟ ما انا لسه كنت هقول. لازم نفهم الاول يعني ايه خرس زوجي. خرس صمت طويل، مفيش تفاعل، مفيش تواصل، في تجنب للتواصل، في برود في العلاقة نفسها، مفيش محاولة ان هو حتى يتواصل. نرجع بقى للسؤال اللي هو بيقول لك هل هو نهاية الحب ولا مرحلة؟ هو لو الصمت ده قصير، صمت قصير وفي محاولة للتواصل، ده ساعتها هنا بنقول ان هو مرحلة، بس جرس انذار. ده هنا جرس انذار واشارة بيقول لك ان في حاجة غلط في العلاقة، خد بالك دي في حاجة محتاجة انها تتصلح، والا اذا ما اتصلحتش هنوصل لحتة ان هو ايه، يبقى صمت دائم او خرس زوجي. وهنا بقى تبقى الحل هنا بيبقى مشكلة كبيرة، ان انا باخد وقت، ببذل جهد، ببذل طاقة ان انا ارجع تاني اكسر حالة الخرس الزوجي ده. يعني نقول ان هو دلوقتي انتشر جدا موضوع الخرس الزوجي، مع الاسف ان احنا كزوجين داخلين العلاقة الزوجية اللي هو انا وزوجي بس، هي العلاقة انا وزوجي، مش واخدين بالنا من العلاقة نفسها. دي اسمها علاقة زواج، يعني علاقة بيني انا وبينه هو، انا بهتم بنفسي هو بيهتم بنفسه، انا بهتم. طب العلاقة دي بنغذيها ازاي؟ احنا كل كلامنا في البيت مصاريف البيت والعيال والمدارس والدروس والواجبات اللي ورانا والدنيا دي، لكن ما بنهتمش ازاي نغذي العلاقة اللي ما بيننا، ازاي نعمل ذكريات جديدة، ازاي نقرب من بعض اكتر، ازاي نفهم بعض اكتر، ازاي نتعلم التواصل، مهارات التواصل، ان انا اقدر اتواصل مع زوجي ازاي، ازاي نستغل لغات الحب ان انا انها تقوي العلاقة دي، ان انا ازاي اكسر الروتين ده. مع الاسف احنا هنا بنهتم بالزواج بس كشكل كاطار بس، لكن العلاقه اللي جوه دي بنسيبها جعانه جدا، ولما تجوع قوي احنا بنبص لبعض بعد كده كاننا اغراب. مين ده؟ هو ده اللي انا اتجوزته؟ مين دي؟ هو دي مراتي ولا انا اتجوزتها واخترتها؟ في حاجات كتيره بتتكسر وسطنا او بتدوب ومحتاجه انها تتعاد، يعاد بنائها تاني علشان خاطر نطلع او نكسر منطقه الخرس الزوجي ده. جميل جدا يا كوتش صفاء. يعني انا برضه عاوز اجابه منك في سطر. اللهم بارك، قلتي حاجات كتير فانا عاوز اجابه في سطر. الخرس الزوجي ده نهايه العلاقه ولا مرحله؟ لا هو مرحله، وتحتاج بس مرحله تحتاج لشغل بقى، تحتاج لعلاج، يعني تحتاج لو لوعي.
يعني لو الخرس الزواجي ده حصل، ده كأن في لمبة حمراء نورت في البيت ان في حاجه بتقول غلط، في للطرفين مشكلة. خلي بالكم في مشكلة، في مشكله. روحوا لازم تحلوا المشكلة دي. أوه. إما تضارب في القيم، احتياجات غير ملباة، أي حاجة، لا المهم في سلوكيات مشكلة. منفره من شخص، عدم التواصل، جميل. مش عارفين نتواصل مع بعض ازاي. ولو تجاهل تراكم كمان، في حاجه مهمه جدا، تراكم الخلافات. احنا كان ما بيننا خلافات وما حليناهاش فتراكمت، فالعقل اللاواعي قال لك بلاش تتكلم بقى، مفيش فايده. ولو ما خدناش بالنا وما انتبهناش لللمبة الحمراء دي هتكبر. للأسف احنا رايحين هتوصل للخرس الزوجي، نهاية وده العلاقة. محتاج بعد كده طبعا لمساعده خارجيه، مش هيقتصر على ان الطرفين هم اللي يقدروا يحلوا. جميل جميل. فربنا شكرا يعافينا جزيلا يا رب جميعا، يا رب، يا ويحفظ رب. بيوت المسلمين يا رب يا رب. إذا حد بقى حابب يضيف حاجة في السؤال ده. احنا دلوقتي خلصنا النقاش بتاعنا والمشاركة، فحابة أسأل كوتش محمد لو حضرتك عايز تقول حاجة. أنا استمتعت جدا بالحلقة أو بالصحبة وبالقعدة، واستفدت حاجات كتير، وأتمنى يكونوا كمان المشاهدين إن شاء الله يستفيدوا. إن شاء الله. أستاذ محمود. والله أنا شاكر لكم على القعدة الجميلة، وبقول يعني كلمة مهمة جدا للناس وليا طبعا، إنه نركز في العلاقات قوي على الأفعال مش على الأقوال. جميل. أستاذ صفاء. انا ممتنه جدا ليكم وللصحبه الجميله دي اللي فعلا دافيه، و يعني حابه اقول ان احنا فعلا موضوع العلاقات السامه ده موضوع يعني مهم جدا وبيقابلنا كتير، فانتوا ما شاء الله يعني نورتوا للناس حاجات كتيره الحمد لله. بالنفع ان شاء الله والاثر الطيب يا رب يا رب يا رب. في النهاية أنا حابة أقول إن أنا مستمتعة جدا جدا بالصحبة، وإن شاء الله التجمعات الجاية والأصدقاء التانيين هنتشارك مواضيع تانية مختلفة خالص، وهتمتعكم معانا إن شاء الله، وأتمنى إن انتوا دايما تشاركونا بآرائكم في التعليقات. شكرا. شكرا. سلام.